ده مرة واحد دار بينه وبين النبي حوار عجيب، انما ربنا عالم اللي في قلبه ايه. النبي داخل يطوف بالبيت الحرام، لقى واحد اعرابي عمال يطوف وبيقول يا كريم. قام النبي رد عليه قال له يا كريم. الاعرابي قال كمان مرة يا كريم، النبي قال يا كريم. قام الاعرابي زعل، ما هو متربي في الجبال زي الوحش. قال له اتستهزئ بي يا رجل؟ مش عارف انه بيكلم النبي. والله لولا نور اجده في وجهك لشكوتك الى رسول الله. لولا ان انا شايف ان وشك منور، وش كله نور، كنت اشتكيك للنبي. فالنبي قال له الا تعلم من انا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك في الاخرة. هو انت النبي؟ طب دي فرصة بقى. قال له يا محمد لئن حاسبني ربي لأحاسبنه. ما هو اعرابي بس ربنا عارف ان قلبه ابيض، قلبه منور. لو خمرجي ولا حشاش ولا بتاع لف ودوران. قام النبي قال له على ما تحاسب الله؟ قال له ان حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته، وان حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه، وان حاسبني على اساءتي حاسبته على عفوه. فاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخبر صاحبك هذا وقل له لا يغرنه حلمنا وعفونا. فبكى رسول الله. لأن المسألة ايه؟ المسألة صعبة. الرجل عايز يتدلع شوية، وفرد جناحاته. فالنبي بكى. واذا بالامين جبريل ينزل مرة اخرى ويقول له ربك يقرئك السلام ويقول لك كفى بكاء يا حبيبي، قل لصاحبك لا يحاسبنا ولا نحاسبه فقد غفرنا له وعفونا عنه.